السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهارده بقى بوصفة لذيذة وجميلة. ايه ده بقى؟ فراخ بالبطاطس. احنا الفيديو اللي فات جبنا فرخة وعملنا منها الصدور بانيه وباقي والهياكل والوركين الاتنين. عملنا بقى صينية بطاطس زي ما انتوا بقى شايفين اهوت. بقى شايفين البطاطس كان طعمها والله العظيم تحفة وريحتها جميل، وعملتها حلوة او عملتها كمان من غير طماطم. الناس اللي بتحبش الطماطم كتير في الاكل انا عملتها، بصي، في صينيه بطاطس بس تحسها ليها مشويه. كملوا بقى معايا الفيديو للاخر عشان نشوف بقى عملنا الحاجات الحلوه دي ازاي. تعالوا بقى الاول كده نفطر فطار خفيف. انت عارفين طبعا انا بحب الشاي باللبن، فده الفطار الاساسي بتاعي اصلا كل يوم. الفطار ايه ما يعني، وانا ممكن لما اصحى من النوم كده ممكن اقعد ايه ساعتين 3 4 على ما افكر افطر، فبحب ان انا اشرب كوبايه شاي بلبن على اي حاجه بس كده، مع مثلا كيكايه، اي حاجه خفيفه كده. وبعد كده بقى ايه ابقى افطر. قولوا لي بقى في التعليقات مين بيحب يفطر الفطار الخفيف دوت، ومين من مدمني الشاي باللبن. الشاي باللبن ناس كتير قوي بتحبه. انا ما بحبش اشرب الشاي اللبن ساده، بحب اشرب الشاي باللبن كده. بصي انا بفطر فطار اطفال، مش عارفه ازاي ده يعني. ده على فكره ده حاجه تعبانه قوي يعني، الحاجه اللي أنا بعملها دي اصلا مش كويسه، اللي هو الفطار الخفيف قوي دوت يعني مش حلو صراحه. شفتوا بقى انا قلت بقى ايه اوريكم بقى كده الاول الفراخ قبل ما يعني بعد ما طبعا عملتها وطبختها. شايفين شكلها كان عامل ازاي؟ شكلها والله العظيم كان حلو قوي، كان مستوي وفي نفس الوقت طعمها كان، بص، تحسي ان بتاكلي فراخ في بطاطس ومشويه في نفس الوقت. انا عاملاها بتتبيله حلوه قوي. التتبيله ديت انا اصلا معتمداها من ماما الله يرحمها، كانت دايما بتعملها بنفس الطريقه. ايه الطريقه ديت؟ زي ما انتم شايفين اهوت. بصلايه، فلفل اخضر، فصين توم صغيرين، اهم حاجه بشر جوز الطيب، شويه كركم، ورق لورا، حبهان، معلقه زيت. وقمت جايه ماسكاهم ايه، يعني خلطهم ببعض، ضحكاهم قوي 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 كده بايدي. وقمت جايه ايه حطاهم في الصينيه وحاطه فوقهم الفراخ. هوريكم دلوقتي انا هعملها يعني، مش كده خلاص احطها على النار، لا. شوف انا هعمل فيها ايه دلوقتي. قلت بقى إن احنا طبعا الاكله الرسميه الرز المعمر عندنا في اساس تاكلوا ايه؟ تاكلوا رز معمر جنب اي حاجه. غسلت الرز وحطيت السمنه بتاعته حته صغيره قوي ومعلقه الزيت، وحطيت اللبن وسبته على النار. بس كده. انتوا شايفين انا عملت ايه؟ انا حطيت الصوص اللي هو الخليط اللي انا عاملاه دوت في الارضيه من تحت. طب ما حطيتوش جوه الفراخ ليه؟ ما أنا هو دلوقتي انا بص بقلب الفرخه، ما حطيتش فيها ميه، ما حطيتش اي حاجه يعني. دلوقتي انا بدي الفرخه صدمه، وفي نفس الوقت الصدمه بتاعتها بتبقى ايه متبله من الملح والفلفل وجوز الطيب والسبع بهارات وشوية كزبرة والثوم والبصل والطماطم والفلفل الأخضر. يعني بصي بتاكلي فراخ متبلة على أصوله. ما حطيتش ولا نقطة مية لغاية ما انتوا شايفين دلوقتي. انتوا اللي حابين بيحب يعمل الفراخ يعني بيضرب طماطم في الخلاط، ماشي يعملوها. انا صراحة بستكفي انا بقطع طماطمتين اتنين مع البصل والفلفل والحاجات دي كلها. في نفس الوقت باخد صوص برضو لونه احمر وحلو. انما الناس اللي بتحب اللون الطماطم، يعني الفراخ بتبقى محمره قوي، بعد ما تعملي الخطوه ديت اضربي مثلا 3 طماطمات في الخلاط وانزلي بيهم، هيبقى طبعا طعمها جميل جدا. بس انا بحب الطريقه ديت لاني بحس ان انا باكل فراخ قلب على فراخ مشويه. زي ما انتم شايفين هو بقى الرز حطيته فين؟ حطيته في الفرن. زي ما انتم شايفين انا بخليه الاول الوش ياخد لون حلو، واقوم جايه طافيه من الوش من فوق ومهديه بقى النار من تحت خالص مع نفسها. كنت قطعت البطاطس ديت والجزر ما بنحطهاش الا قبل السوا يعني بنص ساعه. يعني الفراخ الاول تخليها مثلا ساعه على النار بالخلط اللي احنا عملناه دوت. اول ما تغلي زي ما قلت لكم البطاطس والجزر بنحطهم اخر نص ساعه. يعني احنا بنسيب الفراخ في الخليط اللي احنا عملناه ساعه بالظبط على النار. احنا انا بص بخليها الاول تشرب الخليط اللي انا عاملاه هو البصل والطماطم والكلام ده لغايه مده نص ساعه. اول ما تغلي اخليها على نص ساعه على نار هاديه لغايه ما تشرب خالص كل التوابل بالبصل بالطماطم بالحاجات الحلوه ديت. واقوم جايه بعدها اقوم جايه مزوده ايه كوبايه ميه، كوبايه شاي كده، ازودها ايه مع الفراخ واسيبها تغلي. قبل ما الفراخ تستوي بنص ساعة انزل بالبطاطس، عشان احنا حاطين البطاطس من الاول خالص هتتهري معانا. فاهمين قصدي ايه؟ يعني ما ينفعش نحط البطاطس في الاول خالص هتتهري الفراخ. عشان تاكليه فراخ مستوية من ساعة وربع لساعة ونص، عشان تبقى الفراخ ما بتندخش معاكي، تبقى مستوية وطعمها حلو من ساعة لساعة ونص. انا سبت بقى الفراخ بقى مع نفسها، هديت عليها النار مع نفسها ايه تستوي، وحطيت الرز خلاص سبته بقى برده مع نفسه يستوي. كان عندي بقى حفلة مواعين،
انتوا عارفين. قلت لو سبت المواعين دي لاخر يعني مثلا على ما اخلص اكل بقى وكده مش هقدر اغسل المواعين. قمت جايه بقى ماسكه المواعين كلها غسلاها كده، وقمت جايه مصفياها وخلاص كده على كده. البوتاجاز برضه كان ايه خلاص ضرب نار. انا كده في الوقت دوت كانت الفراخ في البوتاجاز خلاص استوت. بس انا ايه عايزه تاخد وش بس من على وش بقى من الفرن. فاستنى لما اطلع صينيه الرز المعمر، وهنزل صينيه الفراخ تحت الشوايه بس شويه تاخد وش. فقلت بالمره بقى والحماس واخدني اما اغسل ايه البوتاجاز كده غسله ايه على الماشي. يعني بقى نحاول ان احنا المنظر العام جاهز، المواعين مغسوله خلاص، الاكل استوى خلاص، نغرف خلاص، نقعد بقى يعني ايه نقعد خلاص. انا قبل ما اغسل المواعين حطيت بقى شويه ميه حلوين كده، قلت ايه يبوشوا عيون البوتاجاز والحاجات اللي واقعه على البوتاجاز ديت. انا كنت عامله محشي قبلها بيومين، كان بقى ما شاء الله عامل الواجب على على البوتاجاز. يعني مش دي كلها مش ميه هي اللي انا اللي حطاها، لا يعني انا حطيت بس كوبايتين ميه يبوشوا الدهون اللي هي موجوده دي. بس كده. ايه رايكم بقى في الاكله بتاعتنا؟ قولوا في التعليقات مين بيحب الفراخ بصينيه البطاطس. يعني مين، انا صراحه بحبها، ما بحبش قوي قوي الفراخ تبقى مسلوقه وتتحمر. لا بحس الفراخ في صينيه البطاطس كده بيبقى طعمها حلو وطعمه كده. واللي لسه ما اشتركش في القناه يا حبايبي يشترك وفعلوا زر الجرس على الكل. استنى بقى تعليقاتكم. ولو عايزين مني اي سؤال في اي طبخه، او حابين طبخه معينه كده اطبخها لكم، قولوا لي مثلا احنا عايزينك تعملي لنا كذا. يعني انا الفراخ الفيوتشيني اللي انا كنت منزلها من فتره دي كان عيالي هم اللي قالوا عايزين يا ماما ناكل فراخ فيوتشيني، إيه مكرونه بالفراخ اللي اسمها مكرونه فيوتشيني. قلت لهم حاضر من عينيا. خلاص بقى كده قلت بقى ايه بالمره بمسح الرخامه، نحاول ايه نظبط التظابيط زي ما بيقولوا عشان لما نقعد مش هنقول انا عارفه نفسي طالما وقفت خلاص ماشي الحماس واخدني. اول ما اقعد والله شكرا لو مين قومني مش هقوم من مكاني. قلت يلا بقى الرخامه بالمره بتاعت الحوض ديت بتشوف يعني ما شاء الله عذاب. لما اغسلها كده بالمره يدوبك بقى هغرف يدوبك، بس هيبقى ايه في طبقين كده مكان الاكل وشكرا، ومعلقتين اغسلهم ويبقى خلاص كده ايه خلصت من هم الاكل والمطبخ والكلام ده. انتوا عارفين طالما المطبخ بتاعنا بيبقى نضيف بتحس ان انت يعني ما شاء الله الشقه كلها نضيفه. انتوا بقى عارفين التصبيره بتاعتي اللي هو ايه رجول الفراخ. ماما الله يرحمها كانت دايما قبل الاكل يستوي ماما انا جعان، تقوم جايه مطلعه الكبده والقنص والرجول تقولي يلا اسلي فيهم على ما الاكل يستوي. الله يرحمها يا جماعه. الرز بقى كان خلاص اهو طلع واستوى، وحطيت له السمنه بقى زي ما انتوا عارفين. شكله والله العظيم كان طعمه حلو قوي، والحبايه منبته كده. الواحده كانت كاتبالي في التعليقات انت اكتر واحده بتعمل احلى واحده بتعمل رز معمر. حابه اقول لها والله تسلمي والله العظيم انت كلك ذوق اصلا، انت اللي عيونك اللي زي العسل. خلاص بقى كنت هنغرب بقى الفراخ زمان حطيتها تحت الشوايه. ما قدتش من تحت الشوايه بس تاخد ايه لون. انا بحب الفراخ تبقى لونها حلو كده واخده لون حلو، ما بحبهاش تبقى يعني مش محمره قوي. بس خلاص بقى الصوص اللي كان طالع منها والله العظيم بقولك لو شاويه فرخه بره مش هتطلع بالطعامه دي. ليه بقى؟ عشان التتبيله اللي انا قلتلكوا عليها اللي هو البصل والطماطم والفلفل وبلح جوز الطيب والكزبره ومعلقه الزيت والفلفل الاسمر. خلاص بقى غرفت الاكل بقى بالف هنا وشفا اللي كان لنا نصيب ياكل منه. احلى حاجه لما بتعملي الفراخ بصيله البطاطس دي هتحسي ان الفرخه اصلا بتغمس نفسها بالخضار اللي يبقى فيها، وتلاقي الخضار اللي معمول طعمه احلى من الفراخ سبحان الله. لان الفرخه بتبقى مطلعه بقى الحلاوه بتاعتها بقى كله في في البطاطس. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، وان شاء الله استناكم بقى في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.